السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. درسنا اليوم يتحدث عن الياقات، وهذا درس اليوم وهو الكول طاير. إذا الكول طاير، أول شيء نبدأ بتدوين الملاحظات. الملاحظة الأولى نرسم الكورساج، سواء الكورساج الأساسي أو الكورساج المبسط. الملاحظة الثانية نركز على جهة الرقبة. إذن نبدأ بالجهة الأمامية، جهة الرقبة الأمامية. إذن جهة الرقبة الأمامية نحسب من عرض الرقبة نحسب خمس محيط الرقبة، ومن العمق نحسب أيضا خمس محيط الرقبة. إذن خمس محيط الرقبة من جهة العرض، وخمس محيط الرقبة من جهة العمق. الملاحظة الثالثة هي جهة الرقبة الخلفية. إذا من ناحية جهة الرقبة الخلفية أيضا نحسب خمس محيط الرقبة من جهة العرض، ونحسب 2 سنتيمتر من جهة العمق. الملاحظة الرابعة تخص قيمة التقاطع أو الكروازي. إذا هنا قيمة التقاطع بالنسبة للكبار. إذا قيمة التقاطع بالنسبة للكبار لا تتجاوز نصف المسافة بين الحلمات. لا تتجاوز نصف المسافة بين الحلمات. إذا هذا فيما يخص أهم الملاحظات التي يجب علينا أن ننتبه إليها قبل الدخول في كيفية رسم الكول طاير. ندون هذه الملاحظات على الكراريس حتى نمر إلى الخطوة الموالية. إذن الخطوة الموالية وهذا الدرس بمثابة بث تجريبي بالنسبة لأولئك الذين يجهلون كيفية الدراسة عن بعد. يعني هذه أول تجربة. أول شيء نكتب الدرس النظري، بعدها نمر إلى كيفية تطبيق هذا الدرس على الورق، وبعدها المرحلة الموالية هي كيفية تفصيل هذا الموديل على القماش، وآخر مرحلة هي مرحلة الخياطة. إذا نواصل. الخطوة الموالية سنشرح كيفية تطبيق هذا الشيء، هذا الكول، على الباترون. لنفترض أنه هذا باترون جهة الأمام، وهذا باترون جهة الخلف، لنفترض فقط. إذن هنا أول خطوة هي إضافة قيمة التقاطع. الخطوة الأولى هي إضافة قيمة التقاطع. إذن قيمة التقاطع
الشكل. نهتم الآن بجهة الأمام. نبدأ بجهة الأمام، لأنه في جهة الأمام فيها الخدمة أكثر من جهة الخلف. جهة الخلف لا يعني ما نحتاج منها حتى شيء، فقط نحتاج إلى قيمة محيط الرقبة. إذن هذا الكورساج الخلفي أو جهة الخلف. الآن أول خطوة هي تمديد خط الكتف. تمديد خط الكتف بهذا الشكل. الخطوة الموالية هي تحديد قيمة على خط الكتف قدرها 2 بالنسبة للصغار، 2.5 حتى 3 سنتيمتر بالنسبة للكبار. بعد تحديد هذه النقطة نمر إلى المرحلة الموالية، وهي تحديد قيمة التقاطع. إذن عمق قيمة التقاطع يكون على حسب الرغبة. كل شخص يعني إلا وله تفضيلات خاصة به. كاين يفضل قيمة التقاطع تكون يعني كبيرة جدا، عميقة جدا، كاين العكس. واضح؟ إذن هذا النقطة هذا العمق هذا يكون على حسب الرغبة. بعد تحديد هذه النقاط نقوم بربطها بواسطة خط مستقيم. هذا الخط هذا يسمى خط الانكسار. هذا الخط نسميه خط الانكسار، خط انكسار الكول. الآن بعد تحديد خط انكسار الكول نرسم الكول. نبدأ بهذا النقطة، نرسم الكول انطلاقا من هذا النقطة بهذا الشكل. هاو الكول تاعنا انطلاقا من هذه النقطة بهذا الشكل. الآن بعد تحديد الجهة السفلية للكول ندخل بقيمة قدرها 4 سنتيمتر ونصعد بقيمة قدرها 2 سنتيمتر بهذا الشكل. يعني من لهنا عندنا 2 سنتيمتر، وبعدها نرسم شكل الكول. هذا هو الشكل، هذا هو الشكل الكول بهذا الشكل تماما. الآن ماذا نفعل؟ بعد تحديد شكل الكول، والشكل يكون على حسب الرغبة. هناك شكل بهذا الشكل يكون حاد في الحواف، حوافه تكون حادة، وهناك حواف يعني هناك أنواع من الكول تكون مثل الكول كلودين، كما هكا مثلا، هكا كما الكول كلودين. هناك أنواع عديدة من الكول، وهناك نوع آخر يأتي طويل من الجهة السفلية من ثم من الجهة العلوية يأتي قصير نوعا ما، وهكذا. هناك أنواع عديدة للكول. الآن انطلاقا من هذا الخط الذي يسمى بخط الانكسار نطوي الورقة، نقوم بطي الورقة للداخل نطويها على خط الانكسار للداخل، وننسخ الكول باستعمال رولات. سأقوم بالبحث عن الرولات. هذه هي الرولات. ننسخ نطوي الورقة للداخل انطلاقا من خط الانكسار، وننسخ هذا الشكل وننسخ هذا الشكل تماما كما هو، ننسخه حتى بذلك يخرج لنا من الجهة الأخرى. بعد نسخه يخرج من هذه الجهة بهذا الشكل تماما. قمنا بنسخه بهذا الشكل. هذا هو الكول بعد طي الورقة على خط الانكسار. هذا الخط قلنا نسميه بخط الانكسار. بعد طي هذه الورقة قمنا بنسخ الكول، فتحصلنا على هذا الشكل من الجهة الأخرى. الآن من نفس النقطة التي قلنا أننا خرجنا ب2 سنتيمتر، حددنا 2 سنتيمتر منا لهنا،
ماذا نفعل؟ نرسم، نمدد خط يوازي خط الانكسار من لو بي دو كول. هذا نسميوه لو بي دو كول، هذا يسمى لو بي دو كول، رجل الكول، لو بي دو كول. انطلاقا من هذا الجزء نمدد خط للأعلى، هذا بحيث يكون يعني موازي لخط الانكسار. هذا الخط يوازي خط الانكسار. بعدها ماذا نفعل؟ شفتوا القيمة اللي دخلنا بها باش حددنا لو بي دو كول؟ هي نفس القيمة اللي رايحين نميلوا بها الكول باش ما يجيناش مزير من الجهة الخلفية، باش ما يجيش مضبوط ويخسر، بالتالي يفسد يعني. إذا خرجنا احنا ب2.5، إذا نديروا قيمة 2.5 ونخرج بهذا الشكل، نميل الكول بهذا الشكل. بعدها نحدد عرض الكول من الجهة الخلفية. عرض الكول يعني يكون على حسب الرغبة أيضا. عرض الكول مثلا هنايا ما ننسوش أننا خرجنا بقيمة 2 سنتيمتر، نحسبوا 2.5 هذيك اللي خرجنا بها ونزيدوا قيمة أخرى مثلا 7 سنتيمتر أو 8 سنتيمتر، نقول 7 سنتيمتر بهذا الشكل، بحيث يكون عبارة على عن زاوية قائمة. بعدها نمدد هذا الخط بهذا الشكل ونوصل هذه النقطة بهذا النقطة، وهنايا نكون قد تحصلنا على الجهة الخلفية للكول بهذا الشكل. نتحصلوا على الجهة الخلفية للكول، هاي موجودة، هذه تسمى بالجهة الخلفية للكول. نفصل الأجزاء فيما بينها. هذا الكول نحيوه وحده، نفصله عن الكورساج، يصبح بهذا الشكل. هذا هو الكول الذي قمنا باستخراجه من هذا الجزء. احنا وش يبقى لنا؟ يبقى لنا هذا فقط، هذا الشكل فقط. هذا خلاص نحيوه، هذا نستغني عنه، استخرجناه خلاص نستغني عنه. وش يبقى لنا؟ يبقى لنا هذا فقط. هذا الشكل هو اللي تحصلنا عليه، هذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه في النهاية، هذا الكورساج وهذا هو الشكل المتحصل عليه. بعدها ماذا نفعل؟ بعد استنساخ الكول الخلفي ماذا نفعل؟ الآن نأتي إلى منتصف المسافة في خط الكتف ونرسم تبطين الكول، وهذا الجزء ضروري جدا بحيث تكون المسافة بين هذا وهذا الجزء من 6 أو 7 أو 8 سنتيمتر. المسافة السفلية هي من الأحسن 7 أو 6. هذا يسمى التبطين. هذا فيما يخص الشرح النظري فقط. إذن سنأتي إلى مرحلة أخرى وهي الرسم على الورقة. اللي ما فهمش الشرح الموجود على السبورة سنعيد الشرح مرة أخرى على الورقة. إذن نرسم كورساج جهة الخلف بحيث يكون محيط الرقبة قيمته خمس، قيمة محيط الرقبة هو خمس محيط الرقبة، معناتها محيط الرقبة تقسيم 5. هذه جهة الأمام وهذه هي جهة الخلف بهذا الشكل.
خطوة هي تمديد خط الكتف للأعلى. الخطوة الموالية هي حساب قيمة الخروج باثنين للصغار، 2.5 حتى 3 للكبار. إذا نحسبوا 2.5 هنايا هكذا فقط. هذه أول خطوة. الخطوة الموالية هي حساب قيمة التقاطع. الخطوة الموالية هي حساب قيمة التقاطع كما قلنا سابقا، هي يعني أعلى قيمة هي نصف المسافة بين الحلمات، ما نفوتوش نصف المسافة بين الحلمات. هذه هي قيمة التقاطع، هذه نسميها قيمة التقاطع. بعدها نعمق هذه القيمة يعني برقم معين حسب الرغبة، هذا التعميق. إذا الآن ماذا نفعل؟ نربط هذه النقطة مع هذه النقطة بهذا الشكل. هذا الخط هذا يسمى خط الانكسار، يعني خط انكسار الكول. بعدها نرسم شكل الكول اللي حبيناه بهذا الشكل. ندخل هنايا ب4 سنتيمتر هذا الخط ونصعد ب2، نتحصلوا على هذا الشكل. بعدها نصعد بهذا الشكل. الآن ننسخ هذا الجهة، ننسخها في الجهة المقابلة لها. ماذا نفعل؟ نطوي على جهة خط الانكسار، نطوي الورقة بهذا الشكل على جهة خط الانكسار، ونمرر على هذه الخطوط بالرولات باش نتحصلوا على الشكل في الجهة الأخرى. هذا الشكل. أو نستعين بقلم، يعني ماشي شرط الرولات، القلم أيضا يكفينا يعني نرسموا هذه الخطوط بهذا الشكل. هنا تحصلنا على الشكل الجهة المقابلة. هذا هو النسخ اللي تحصلنا عليه. الآن ماذا نفعل؟ الآن من النقطة اللي خرجنا منها هنايا، يا أخي قلنا أننا خرجنا من جهة مددنا خط الكتف وخرجنا بقيمة معينة. هنا خرجنا مثلا ب2.5. من هذا لو بي دو كول هذا نسميوه لو بي دو كول. هذا لو بي دو كول. نمدد الخط للأعلى، نمدد الخط للأعلى بهذا الشكل بحيث يوازي خط انكسار الكول. الآن ماذا نفعل؟ من لهنايا نحسب قيمة الجهة الخلفية، قيمة رقبة جهة الخلف. هذه القيمة هذه نحطو هنا الشريط تاعنا وندوروه بهذا الشكل. هذه القيمة اللي تحصلنا عليها نحطوها له بهذا الشكل. بعدها هذا الخط هذا ما نخليهش هكذا، وإنما نقوم ب يعني إزاحته قليلا، نميلوه شوية. وهذيك الميلان يكون نفس الدخول اللي دخلنا به هنا 2.5، نميلوه ب2.5 لأنه نفس القيمة اللي خرجنا بها من خط الكتف بهذا الشكل. بعدها نقوم برسم خط. هذا الخط هذا نحسبوا عليه عرض الكول من الخلف جهة الرقبة الخلف، العرض تاعو.
وما ننساوش نزيدوا له 2.5 تاع الخروج اللي خرجنا اللي ميلنا به الخط كما قلنا باش ما يجيناش مزير على الرقبه. بعدها نقوم بايصال هذا الجزء مع هذا الجزء، وهكذا نكون قد تحصلنا على لو كول تاعنا. هاو لو كول تاعنا، هذا هو لو كول اللي تحصلنا عليه، هذا هو لو كول تاعنا. وماذا بينا ما نخليوش الخطوط مستقيمه، تكون مرنه في كل هذا هو لو كول اللي تحصلنا عليه. بعدها نقوم بنزع هذا الكول. هنا قدر يكون مطوي، واذا ما كانش مطوي من الجهه الخلفيه للكول، اذا ما كانش مطوي هذه الجهه الخلفيه، رايحين نزيدوا 1 سنتيمتر زائد 1 سنتيمتر. اذا كان الكول هذا مفتوح نزيدوا 1 سنتيمتر للخياطه باش نلصقوا ما بيناتهم فقط. بعد نزع هذا الكول ها راهو كيفاش راح يخرج لنا، يعني بالتقريب. هذا هو الكول تاعنا كي نفتحوه هنا يتفتح من هذه الجهه، راح يخرج لنا بهذه الطريقه. واش رايحين الان نستخرجوا بعد ما نزعنا الكول الاعلى؟ رايح يبقى لنا هذا الجزء، هذا خلاص نحيناه، بس نشوف نحيه باش ما هاو الكول تاعنا. هذا هو راح يكون مفتوح كي نفتحوه. هذا الخط هذا اللي قلت لكم مطوي، هذا الخط هذا راح يكون في الوسط. قدر الجهه هذه تكون مفتوحه وقدرها تكون مغلقه، معناتها الكول راه مطوي نفتحوه فقط ونخدموا نسختين منه ماشي واحد فقط. ها واش بقى لنا، هذا واش بقى لنا، هذا هو واش بقى لنا، هذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه. الان ماذا نفعل؟ الان نجيو نديروا طبطين لهذا الجزء. نقدروا نعتمدوا على منتصف المسافه بين منتصف المسافه في خط الكتف، يعني منتصف خط الكتف، ونهبطوا نديروا له طبطين. هذا الجزء كامل يكون مبطن، هذا الجزء كله مبطن بهذا الشكل. بحيث يكون تبطين هنا من له بلك 6 سنتيمتر، يعني من هنا الى هنا يكون قيمه 6 سنتيمتر. هذا كله مبطن، لانه الفيستا كي نخيطوها راح تتفتح، وهذا راح يولي هاك. هذه هي طريقة شرح دروس النظرية. رايحة تكون عبارة عن مجموعة من النقاط والملاحظات نكتبوها على الكراس حتى يعني تحفظ على الكراس، مع أنه الفيديو في البث المباشر راح يقعد عندك مدى الحياة. لكن اللي يحبوا يسجلوا على الكراريس لحفظ هذه المعلومات على الكراريس عادي، يعني مش مشكل. إذا هذا هو الكول تاعنا، ها هو الكول تاعنا من الاعلى، وهاو لو كورساج تاعنا. الكول تاعنا راح يجي هاك،
والكورساج الخلفي او الباترون الخلفي ما نحتاجوش تقريبا، يعني ما نخدموش به، العمل كله راهو على الجهه الاماميه، اما الجهه الخلفيه نحتاج فيها فقط الرقبه. اذا هذا الدرس بمثابه او هذا الفيديو بمثابه فيديو تجريبي بالنسبه لاولئك الذين ارادوا الالتحاق بدوراتنا القادمه باذن الله. ورايح يكون هذا الدرس راح يكون درس نظري مباشره، ياتي بعده درس تطبيقي، بحيث يكون هذا الدرس النظري منقول على ورق الباترون، من ثم من ورق الباترون رايحين نحطوه على القماش للتفصيل، يعني باش نشرحوا كيفية تفصيل هذا الموديلات هذو. وبعدها تأتي آخر مرحلة وهي مرحلة الخياطة، يعني كيفاش نديروا نخيطوا خياطة صحيحة ومتقنة في نفس الوقت. هذه هي. أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.